السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير داخل الوطن وخارج الوطن، نتوما وليداتكم وعائلتكم كاملين. المهم كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. هذا الحوت اللي كنطيبو كيجي على شكل بحال المركز او احسن من المركز. المهم خليكم معايا مع المقادير وطريقه التحضير. هانتوما المشاهدين، غنقدم لكم هذا النهار هذا الحوت هذا اللي كيجي بالخل وبالزيت، اللي كيجي ساهل وكيوجد في اسرع وقت ممكن. حتى الا كنتي مزروبه ولا دخلتي من برا وكان عندك الحوت في المجمد، يمكن لك تجبديه وديري عليه بحال هذا الشيء هذا. عندي هنا 4 ديال الكابيلات قطعتهم على هذا الشكل، وإلا كانت عندك حتى كابيله صغيره يمكن لك تستعمليها. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت بين زيت المائده وزيت الزيتون، 4 كاس ديال الخل، كاس ديال الماء، عندي معلقه ديال الهريسه كما كتشوفوها هي. اللي بغى ما يديرش الحاره ما يديرهاش، المهم انا كنفضل الحاره كتجي زوينه داك الكابيله. وعندي هنا معلقه ديال كما قلت لكم معلقه صغيره ديال الملحه، وتنقصوا منها الا كتنقصوا المهم من الملحه، من الاحسن تنقصوا من الملحه. وعندي هنا معلقه ديال الكمون صغيره، وواحد المعلقه صغيره ديال بودره الثوم، وخلاص كما قلت لكم معلقه ديال الهريسه صغيره حتى هي. صافي هادو هما المكونات اللي كنحتاج. المهم بسم الله دابا. هانتوما كما كتشوفوا كندير هاد الكابيله على هاد الشكل هكا، كنحيد لها غير هذه هي. صافي كنضيف الزيت كما قلت لكم، والماء والخل والهريسه تخوات الراسها، سمحوا لي معليش. وعندي هنا الملحه كما كتشوفوا، الكمون وبودره الثوم، وهذا الحار حتى هو. كنخلط هاد المكونات كما كتشوفوا على هذا الشكل صافي، وكنسد عليه الكوكوط ديالنا. هانتوما حتى يطيب المهم الحوت ديالنا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما المشاهدين، ها هو الحوت ديالنا وجد كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجي بحال هذاك المعلب او احسن من المعلب. كنتمنى تجربوه على هذه الطريقه، من الاحسن ديروه في ديوركم. ودابا المهم ما تنساونيش باللايكات والاشتراكات الا جات على خاطركم، وكنرافقوه مع شويه ديال الزعلوك كما كتشوفوا ها هو. والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.